السلام عليكم. أهلا بكم في فيديو جديد من دورة تعلم تابلو. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هنركز أكتر على البنز أو السلات. دي طريقة بتستخدم لتجميع مجموعة من الأعمدة مع بعض في عمود واحد. يعني بدل ما أنا مثلا معايا سن معين، يعني ايج مثلا 20 21 22 23 24 25، ممكن نجمع الايج ده يبقى كأنه كله اتجمع في سلة واحدة أو بن واحدة، اللي هو مثلا من 20 ل25. دي تبقى مجموعة من السن مثلا معين، وبعد كده يبقى معانا مجموعة مثلا من 25 ل30، ومن 30 ل35، وهكذا. بدل ما كل واحد في 5 أعمدة مختلفة، نخلي المجموعة كلها في عمود واحد. نفس الكلام ممكن نطبقه مثلا لو مجموعة من المرتبات، بدل ما هي مثلا 1000 11000 12000 13000، لا ممكن نخليهم عمود واحد، مثلا من 10000 ل15000، بدل ما يبقى كل واحد فيهم متقسم تقسيمة كعمود لوحده. نعمل مثال على حاجة زي كده في الداتا سيت بتاعتنا بتاعت فيفا 22. هنكمل على اللي عملناه الفيديو اللي فات. وممكن نعمل كده ازاي؟ ممكن زي ما انتم شايفين هنا ممكن ناخد الايدج. لو عندكم ظاهر في الميجرز تحت، مجرد بس هتكليك يمين عليه وتخليه convert to measure، يعني convert to dimension. هو لو هو تحت هنا، هو ساعات تابلو بيفكر ان الايدج، بيفتكر ان الايدج measure، وساعات يفتكر ان هو dimension، بس هو الصح ان هو طبعا يبقى dimension عشان خاطر نقدر نفرق الداتا بتاعتنا بيه. فالايدج كده في الكولومز، وجبنا مثلا البيس، السرعة بتاعة اللعيب زي ما انتم شايفينه. طبعا ده sum، احنا عايزين نخليها زي average عشان هو طبعا جامع كده جامع كل السرعات بتاعت اللعيبة واحدة في كولوم واحد. ممكن نخليها مثلا average. زي ما انتم شايفين طبعا في سن الشباب يعني من أول مثلا 16 لغاية نهاية ال30، السرعة الافريج بيس حوالي 66 70 في الحدود دي. لكن لما السن بيزيد بيبتدي يقل السرعة. أعتقدش هيبقى في فرق كبير ما بين الافريج والميديان في مثال زي كده، بس خلينا نشوف. يعني هو قريبين جدا من بعض. طيب احنا هدفنا أصلا في التمرين ده إن احنا نخلي كل، بدل ما هو 16 لوحدها 17 لوحدها وهكذا، يبقى دول متجمعين مع بعض في كولوم واحد. نعمل كده ازاي؟ هنيجي عند age هنا زي ما جبناها من التيبل، كليك يمين create bins. بكل بساطة هو هيعمل new field name age bin size of bin. هو يقترح عليك المساحة بتاعة السلة قد ايه. يعني هو كده مختار ان هي 3.76 سنة. احنا مش عايزين كده، نحاول نخليها رقم مثلا زي 4 أقرب حاجة، بحيث ان كل مدى من السنين يبقى متقسم على 4، المدى يبقى 4. لو دوسنا اوكي طبعا هيعمل هو فيلد جديد او كولوم جديد. لو جبنا ده كده جنبيه، طبعا لازم نشيل القديم ده. وكده زي ما انتم شايفين كل حاجة متقسمة في رينج لوحدها. طبعا هو هنا جايب 44 و48 و52، دي ممكن تكون غلطة من الداتا يعني، فخلينا الأحسن إن احنا نكسكلود هو ليه مش راضي يعملها من الأول؟ ما كانش راضي يعملها من الأول. ماشي. هو دلوقتي ايه 16 دي؟ هو 16 زائد 4، يعني بمعنى ايه؟ يعني من أول 16 لغاية 20 الافريج بيس بتاعتهم أو الميديان بيس 68، الوسيط بتاعهم 68. من 20 ل24 70، من 24 ل28 71، وهكذا. يبقى احنا كده بدل ما يبقى كل واحد متقسم لوحده، عملنا مجموعة جمعتهم كلهم مع بعض. وده هيكون فيديو قصير كده بسيط عن البنز، ومتشكر جدا لحسن استماعكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.